أنا اسمي عمر بن عبد الله بن محمد بن حماد بن عمر السيد. الوالد ديالي امازيغي، يعني شلح من سوس، بالضبط من تال كردوست، يعني إبدوسكا. الوالده ديالي اسمها الضاويه، امي حمريه من حمر، من الشرفه ديال سيدي شكر. بالنسبه لي انا عندي مراتي اسمها لاله مالكه، وتزوجت في 73، وتزاد عندي وليد اسمه هشام السيد في 74، وبالضبط في 16 ماي 74. من بعد في 1980 تزادت عندي بنية اللي هي بيت القصيد، اللي هي سهام السيد، وحضرت ليها وفرحت بها بزاف، وبقات عندي مع واحد العلاقة من اللي تزاد.
عمر السيد ربما كما فهمت أن له علاقة حميمية مع الوالدة ديالو الله يرحمها، والعلاقة ديالو مع الوالدة ديالو كذلك، فهو يتحدث عن الوالدة ديالو، تتحس بداك الارتباط بالأم. الأم الرمز، الأم ربما الذي كما يقول وكما سبق له أن أشار إلى ذلك، تعلم منها الحكمة، تعلم منها أشياء كثيرة، مع العلم أنها لم تتعلم في المدرسة، ولكن تعلمت ربما بارتباطها بالأرض، بارتباطها بمجموعة من القيم. هذا الارتباط مع الأم سنجده كذلك يتمظهر في تمظهر ربما آخر، هو الارتباط نتاعو مع الابنة ديالو المرحومة سهام، وهو يتحدث عن سهام، وحينما تسمع يتحدث عن سهام وكأنما يتحدث عن الضاوية اللي هي الوالدة ديالو. هذا الارتباط بين الأم والبنت يمكننا نشرحوه بمعنى أن هو ارتباط بالماضي، ولكن في نفس الوقت ارتباط بالمستقبل. بالنسبة لي أنا الغرض من هذه الرحلة هو رد الاعتبار لشي ناس كيمثلوا بالنسبة لي العائلة ديالي وشي حاجة كثيرة، وملي قدرني الله أنني ماشي نأرخ ليهم، لأن غير باش نرد لهم الاعتبار منهم الوالد ديالي عبد الله بن محمد الله يرحمه، الوالدة ديالي أمي الضاوية الله يرحمها، سهام راه الله يرحمها راه كذلك. قال لي ودي واحد الحمري، قال لي ما تبقاش تمشي من الدار ديالك تمشي للجبل اللي عندكم فوق الناقادير اللي يتباها. قال لي مرة دوز على سيدي بن نور ودوز على الأربعة ديال الوضع عمران، كتلقى تما قال لي قبيلة لوبيرات، وهذيك القبيلة راه الشرفة ديال اللي كتنتمي ليهم الوالدة ديالك. وفعلا الا مشينا لتما راه ضروري ندير واحد بعض الخطوات حفيان احترام الجذور ديال الوالده الله يرحمها. حلاب ويا الحليب، وحلاب ويا الحليب، يا سيدي وننوار عليه ضاوية، واو 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 واو، وطاير قلبي ورايح الزوار مع العشية، والعار عليك يا ابو حمري يا حمر التراب، واو واو واو. هو الإحساس ديالي أنا هو أنه بحال المرحومة كتساين فيا. علاش كنقول ملي نساليو من الأربعة ديال ولاد عمران هاد قبيلة لوبيرات نمشيو تقريبا ديريكتومون اللي عندها المقبرة في ولاد تيمة، لأن واحد الإحساس ما عرفت واش هو نوع من الجنون أو لا، ولكن أنا هادشي كان نحس به، كان كيعطيني شي شحنة في شكل. كيزول السي عمر المقبرة ويطرحهم على
الوالدين ديالنا، والدي ووالديا، كيعاود يجي عندنا، اما كيتغداو او لا كيتعشاو عندنا، ومن بعد كيطلعوا للجبل. كيمشي مع حسن، خويا حسن، والاخ ولد خويا السي محمد المرحوم عبد اللطيف، كيزوروا حتى هما الجبل. انا ما كنمشيش معاهم، علاش؟ لان مريض، عندي مجموعه من الامراض. ومن بعد كيرجعوا تاني الولاد تايمه، وما كيطولش معنا هنايا. يلا كيجلس واحد، كيجلس شي مدة قصيرة، تقريبا ساعة ولا. وحنا ما بغيناش هكا، خصو يجلس معنا شوية ويسمعنا ونسمعوه. معروف على السي عمر بانه ولد الحي كما تيقولوا، وغادي يكتشف المنطقه ديالو في 59 فاش غادي يجي مع الاب ديالو لهنا، وغيكتشفها لاول مره، وغيبقى كيجي ليها مره. وفي هذه المنطقه غيكتشف الحياه ديال الباديه، غادي يكتشف هذه الحياه ديال العائله ديال الاسره، اللي فيها اولا غادي يبقى يسقي الماء في المطفيه، غادي يدي الشعير، غادي يساهم في الدراس، وغينزل الشعير حتى الاكادير، واحد اكادير نومار اللي هو من اكبر المخازن الجماعيه في المغرب ب 295 غرفه، وهو تحفه معماريه. الحياه هنا حياه بسيطه، ولكن الاطفال خصوصا شباب ديال 15 16 سنه اللي جا من المدينه، من واحد الحياه كلها حيويه ونشاط، كيجي كيلقى راسو في واحد المنطقه اخرى بعادات اخرى وتقاليد اخرى. صراحة هذاك الفضاء اللي فيه فاش كيفكرني انا شحال هادي ما جيت، كيفكرني في لالا ماس، لالا بيبي، هادو خواتات بوا جدي، كلهم زايدين في 1860 ولا 1870. يعني هذاك الشيء غريب. هذوك البنايات شحال كتحكي، هذوك بزاف داكشي، داك النادر وهذاك اكادير نومار. انا في 59 كنت كندي ليه طومزين، يعني داك الشعير كنخزنوه فيه يعني، وديك المنوطفيه اللي كنخزنوا فيها الماء، وكان اللي كتكون خاويه كننزل نغني فيها. يعني كاين بزاف ديال الصور كتكلم. هذا لامين محمد، هذا ولد عمتي، هو لامين دابا ديال اكادير نومار.
السيد اللي كتشوفوا هذا السي ابراهيم. ابراهيم هذا ولد خو جدي، وهذا الراجل حياته كلها حتى ما بقاش قدر مسكين يزيد، هو كيكون غير في الغابه مع الغنم مده ديال 40 سنه ما كيشوفش المدينه. معروف على السي عمر التعلق ديالو بواحد الحيوان اللي هو الحمار، هذا معروف عند الجميع. وهاد العلاقه كانت من الصغر. من بين الطرائف اللي وقعت لي في هذه المنطقه بالضبط انه الاب ديالو كانوا عنده العدول، كانوا عنده شي طلبه وشي عدول، وباش يكتبوا شي عقد هكذا، وعارفين بانه هذوك عندهم الوسيله ديال النقل اللي كانت هي الحمار ولا البغال. وكانت عندهم واحد الحماره ضعيفه، وكان تيجيب بها الكياس من الواد هنايا باش تيبني واحد المطفيه ديال الماء. وهو شاف هذاك الحيوان معذب وكذا. ملي دخل خلاهم تدخلوا كيتغداو، هو واحد عمو غادي يدو هذوك الحمير كاملين وهذوك البهايم، وغينزل الواد وغيشارجيهم بالكياس باش يتهنى، باش الحمار ديالهم هما يرتاح. ملي وصل الناس خرجوا كيقلبوا على الدواب ديالهم، ما لقاهم. شويه كتبان لهم الكونفوا جاي من تحت من الواد مشارجي بالكياس، وتما كما كيقولوا عاوتاني جرى عليه الوالد ديالو ويخرج. لان ديما هذه المرحله ديال الطفوله كانت فيها واحد النوع ديال عارفين داك الشغب الطفولي اللي غالبا كتخلق واحد النوع ديال العلاقات متوتره ما بين الاب والابن، خصوصا الاب عنده تربيه صارمه تقليديه، وابن عاش في المدينه، عاش واحد النوع ديال التفتح وغيره. من جيت في 59 سمو كاين واحد الحنين، وكاين فين كان فجر هذاك، كنمشي لهذيك المطفيه خاويه، كنهبط ليها ولقيت شي مواويل ما عرفتش منين جاو، بحال مثلا وما عرفتش واش غادي نوظفوا واحد النهار في مجموعه الناس الاول، ما عنديش هذه الفكره نهائيا. بحال مثلا كنت كندير انا كنجي ساعه لهنا، ولكن واش تخويت الدار البيضاء بخطره وحده؟ راه قلت لك هذيك الدار البيضاء راه فيها شي جاذبيه في شي شكل. كتعرف دابا الدار البيضاء واخا كيقولوا الزحام وداكشي، ولكن غير كتخرج على الدار البيضاء بإون سيمين كتولي غير انت ترجع للدار البيضاء، لان الدار البيضاء فيها واحد الجاذبيه. واخا هي كما قلت شحال من مره كنقولوا راه الدار البيضاء غول، ولكن راه حنا اللي درنا هذاك الغول. عزيزه علينا الدار البيضاء، كبرنا فيها، دوزت فيها حياتي كلها. واخا كنمشي لاحسن الاوطيلات ونمشي
ما نعرفين غير كدوز 3 ايام خصك غير ترجع للدار البيضاء. كاين شي جاذبيه في شي شكل. دابا انا مفروق على جوج. دابا انا صراحه فيا جوج. عندي الوالد اللي هو امازيغي، راك شتي الدوار وهذا وديك الثقافه الامازيغيه، ولكن عندي كذلك واحد امي عروبيه حمريه، وعرفتي داكشي د الهيت وداك. ف غريب هاد علاش انا عزيز عليا العيطه وعزيز هذاك الهيت ودوك عبيدات الرماء على قبل الوالده، لان هي الوالده ديالي ملي كانت في البلاد في 59 كانت كتطحن داك الزرع، كتطحن وكتهونن داك التهونين ديال العروبه. كانت تصمت واحد الوقت كتقول الكم ويا طاحت في الواد لا كاين شي عوامه. قلت لها امي كيفاش؟ قالت لي غتكبر وتفهم. يعني كانت كتغني، كانت كتهوني. الوالده ديالي بحال امي الدويره، بحال جميع الامهات القدامات، عندهم واحد العنصر قل نظيره في التضحيه من اجل ولادها. مبقاش كيهمها راسها ولا شنو ولا. الوالده الله يرحمها كنت كنهرب، كان مخون شي حاجه للوالد وكنهرب. حتى كنت شفار بالنسبه للوالد، كنت كاع داكشي اللي كان في الدار كان حيت ما كيعطينيش باش الوالد كان قاصح الله يرحمه. وكانوا عندنا شي نحاس، تعرفتوا كان كيتجمعوا دوك النحاس داك ديال المقارج وداك الشيء كان كيحطوهم الفوق. هادوك كنا بغينا كناخد شي حاجه وكنبيعها في سوق الكلب، وكندير كاس كروت وكنمشي للسعاده، كنعز عليه السينما. تقاديت كاع داك النحاس اللي الفوق. واحد النهار طلع الوالد الفوق كيلقى داكشي مقول، بقى غير كيشوف صافي شكون عمر. ايوا خصو يقلبوا عليا باش داكشي ديالها. الوالده مسكينه كنجي في الليل ديك 12 د الليل حيت ما واكل ما والو، كنلقاها كتسناني في هذاك الفدريش، كان كيتحلب شويه باش ما يشوفوهاش، كتطلع عليا من وكتلوح ليا شويه ديال نص خبزه وفيها الدواز وداك اسمو، وكتلوح ليا معاه شي كبوط قديم باش كنعس غير في ديك شي جرده تما وداكشي. الغد ليه كناكل داكشي، ولكن الغد ليه كنبيع هذاك الكبوط وكنعاود نرجع ثاني. كي غدير اش غدير لك هذا يا وليدي؟ اش غندير؟ خلي الكبوط باش زعما الوالده في شي شكل. واحد هادشي راه عاودتو في الكتاب. واحد المره جا واحد هادشي في 61 جا واحد الراجل عنده واحد اللحيه بيضاء شي 11 د الليل، لقاني حدا زنقة لا مونطواز ضربونا نشري فين كان القنت. قال لي وليدي نسقسيك. قلت له اش داكشي؟ قال لي راه ما عنديش فين نبات غير حتى 5 الصباح ونمشي. قلت لي انت منين؟ قال لي من حمر. وانا طلعت عند الوالده ديالي. قلت لها امي راه واحد خينا من بلادكم قال لي من حمر ما عندوش فين يبات. قالت لي هادو راك عارفي وليدي باكو واعر. قال لي غنجيبو بين الدروج، كان كطلع البروميير ايطاج وكاين واحد الصيصه واحد اسمو. قال لي تنعسو تما تعطي فيها شي ناس والصباح بكري تفيقو يمشي فحالو.
قلت لها صافي. هبط ليه واحد، عطاتني امي واحد الهيدوره وواحد المسند، وعطاتني عبانه، حيت بكري ما كاينش داك هادشي اللي كاين دابا، هاد المانطاد وهذا، كان غير العباين. عطاتني واحد العبانه مزيانه، هبط ليها داك الشيء. فيقاتني الوالده في 5 الصباح، لان امي هي اللي كدير الحريره الصباح. كيديروش الحريره بحال دابا بوطاغاز ولا الفاخر العواد، كتبان لك السطح ديال الدار الدخاخن، الا دازت الطياره ما تبانش بداك الدخاخن اللي كيطيبوا الناس الحريره في الصباح، كيتمحي لها النميرو غير بدوك الدخاخن. طيب الوالده الحريره، احنا كنقولوا ليها ازكيف وسنقار. ازكيف وسنقار الحريره ديال الدرا داك البيضه. هنا وقيله في كازا كيديروا غير ديك الدرا الصفراء، حنا في البلاد كعزيز على ديك الدرا البيضاء. عطاتني الحريره ودرت فيها واحد شويه ديال زيت عرقان، وعطاتني داك الكرموس باش نهبط ليه يفطر. الكرموس ماشي الهندي، الاخر ما عرفاش بحال الشريحه. هبط ليه داكشي باش يفطر، ونقول ليه يمشي يلقاه الوالد يهرس ليه راسو ولا شحال. هبط ليه داكشي، وشوف اش لقيت غير الهيدور والمسند، وما كاينش هو لا عبانه، دا العبانه. وانا نطلع لعند الوالده قلت لها هذا اش هذا العروبي هادي كتقول لي احمر هادي هذاك. عرفتي اش قالت لي؟ قالت لي شوف اوليدي، قالت لي ماده حتى كان محتاج بها، خليه شوف على فين عندي انا هاد القوه عندهم هما. هي مرة قاريه مولو، شوف قالت لي راه محتاج بها، كون محتاج بها ولي كاع ما يديها، وسكت. وهذا الشيء اللي تعلمته من عند الوالده ملي مشات لقيته في سهام. صراحه لقيته في سهام، لان سهام كتقول لي اللي كيستحقوا الرحمه في المغرب جوج ديال الفئات الناس ديال، قالت لي الفقراء والحيوانات، حيت هي عزاله الحيوانات هادو مليك، والباقي قالت لي راه خصهم العصا. كون كتهضر قالت لك الحيوانات والفقراء كيستحقوا الرحمه. قلت لها بنتي لا راه كذا. اش غادي نقول لك؟ سهام انا صراحه ملي لان عانات كثير، وملي رحلت انا فرحت ليها اللي رحلت اللي تسارحت، ربي يكرمها بالرحمه ديالو. من كثرة ما احنا فرحانين لانها ارتاحت، ما عمرني شفتها ناعسه مرتاحه حتى شفتها وهي وجهها ولا زوين، ولات واحد الراحه في وجهها. دوك لي سوفرونس اللي كانوا عندها ديال الدياليز والقلب ولي دولور وداكشي كلشي ما بقاش، وارتاحت ونعسات. فرحت ليها ما نكذبش عليك، ولكن حزننا لفراقها، حاجه طبيعيه. ما هي كتخرج تعطيها تجيب شي حاجه. شاف واحد النهار خدات عندها عشيره بفراق، ما عرفاش مشات تشري، تلاقات مع واحد السيده وجات ما جابت والو. قلت لها قالت لي راه لقيت واحد المراه مسكينه ما عندهاش وعطيتها الفلوس. قال لي انت عندك الفلوس انت، علاش انا نمشي نشري هذا وهي ما عندهاش مسكينه باش تشري؟ انت قالت لي عندك الفلوس انت. قلت لها الغيوان عندكم الفلوس بزاف. هذه سهام هكا دايره. واش غادي نقول لك؟ الله يرحمها وصافي. من المحال قلبي باش تنساه، من المحال قلبي باش تنساه. يا كقلبي جيت غريب، يا كقلبي من بلاد بعيدة، يا كقلبي جيت غريب،
ياك قلبي من بلاد بعيدة ويا لعد قلبي يا بكاه ويا حصته ويا لعد قلبي يا دموعه على غربته الريح والسحاب غشات والغيم ظلام عليا والحباب قاع قفات قيت فريد والعمدة عليا من المحال قلبي باش تنساه بحال كيما في الدار بحال كيما زعما ما كيتصنعش بحال دابا ملي كنكونوا مسافرين دابا الاكادير كنبغيو نسهروا في شي بلاصه زوينه وهذا ما تيبغيش تمشي عند اختي الله يرحمها انا الوالده صيام معها خاطر هنا الوالدي دينا لهنا كتقول لي صافي مسكينه كتقولها لي ما تيقولش لها لا كنصدقوا غادي ما يقدرش يخسر لها حنا عارفين هاد النقطه حنا عارفينها بالعكس حنا واخا يقول لنا لا غنتقبلوها هي مسكينه الا قال لها لا غتجي ديجا هي مسكينه ما غاديش تقبلها حنا يقول لنا لا عادي هادشي علاش كنستغلوا حنا داك الموقع ملي كتعاني وحنا كنعانيو ديك الساعه كتشوف شي واحد عزيز عليك كيتألم وانت ما قاد دير والو راه حاجه باينه بعد الوفاه ديالنا بعد انا ما حاسش بها ميته ديما كنصبر كنحلم بها في الدار ديما حاسس كنسمع الصوت ديالها هذا اصلا واحد الحاجه اللي ما الوالد تاعي فيها علاش ما يلا معايا نزوروها وهذا ما ماشي كنتهرب باش عندي واحد الاحساس ملي كندخل ديك المقابله بحال كيفاش نقولها ما عرفتش كنبدا نقول انا اللي خاصني نكون تماك ماشي هي ما دارتش علاش مازال انا داير اخطاء هي ما دارش شي اخطاء باش هذا هو الاحساس ديالي علاش ما كنقدرش ملي توفات بنتي سهام وكنت كنسمع واحد الكلمه كيقولوها الناس ما كنتش كنديها فيها كتلقى مع شي واحد كيقول لك با عمر لاباس بخير كذا الحمد لله والله يقاد البصر مع العمر ما كنديهاش فيها ولكن من بعد ما عمات لي الدريه واحد 7 شهور قبل ما تموت ملي كنسمع شي واحد لك الله يقاد البصر مع العمر عاد كان واحد ما هو حق الله العظيم الا جيت هنا وغمضت عينيا وليت كندير بحالها وليت كندير زعما كي كدير باش تمشي درت داك غمضت عينيا وكنمشي كيفاش نمشي مع الحيط للطواليت وكيفاش نشوف نحس كي كتحس لان عندي الاثنين والاربعاء والجمعه خصني بنتي دير الدياليز وخصني نكون معاها لان واحد 7 شهور ما بقاش كتشوف يعني ولات عمات وهادشي اثر فيا صراحه اثر فيا بزاف لان كنكون غادي بها لجهه البحر ولا كيبان لك الربيع وكنشوفها هي دايره غير بحال هكا عارفه ما كتشوفش داكشي اللي كنشوف انا كنمشيو للبحر المولفين كيبان دوك المواج وكنبقى نشوف الموج كنعاود نشوف فيها القاديره بحال هكا يعني ما كتشوفش داكشي اللي كنشوف
ودابا بكل صراحة عندي واحد شهادة امتنان واعتراف بالأم. الأم راه كتعرف المكانة ديال الأم عندنا حنا في المغاربة كاملين. وفي هذا الموضوع هذا الأم ديال الراحلة سهام اللي هي لا ملكة، فمنذ ولادتها في 1980 اعتنت بها كتير صراحة. كان شحال ديال الجولات درنا معها، وشحال ديال المسائل مع فاميلتها وجداها وهذا خوها هشام. ولكن بداية يالله بدات في 9 سنين 10 ديال السنين أصيبت بداء السكري، ما كناش عارفينها، وماشي غير السكر الداوي لا الانسولين. وبدات المعاناة عند الأم ديالها لا ملكة، الانسولين وخسر الريجيم. تعرف الدراري الصغار كتصاب السكر خصها مبقاش تاكل الحلوى، ما تاكلش كذا، هذاك الشيء جاب خطرة وحدة. وعانات معها واحد 10 سنين ديال السكر ما السكر. فإذا بها ولينا في مسائل أخرى، السكر عاود ضرب ليها الكلاوي، عاود مشى ليها العينين، عاود لا طونسيون، بزاف ديال الحوايج، حتى ولات في الدياليز، ولا 20 عام وملكة ما كتخرجش من الدار. الأم ديالها ما كتسافر، ما تمشي، إلى أن توفيت في 2010 بالضبط 15 رمضان 2010 رحمها الله. أنا في اعتقادي هذا الارتباط بالأم، هذا الحنين، هناك نوع من الحنين، ولكن ليس النقوص، ولكن حنين، هذا النوع من الحنين إلى الأم هو الذي جعل من عمر السيد الشاب، حتى وإنه على مشارف 70 ربما من عمره، بمعنى أنه لا زال في البحث، حتى ولو كانت أمه أعادت إلى الحياة وهي طفلة صغيرة سيرتبط بها. هو الذي يفسر لنا لماذا ظل عمر السيد دائما يبدع، لأنه لا زال دائما في سن الإبداع، لأنه في سن البحث، لأنه دائما يبحث عن شيء، دائما يبحث عن هذه الأم التي علمته مكارم الأخلاق، والتي ربما كان لها فضل كبير في تربيته. ولكن أنا عندي قضية حابني الله بهذا سبحانه وتعالى. أنا كان بالفشل باش كان نتعلم بزاف الحوايج، لأن أنا خرجت من القراية في 61-62، ولكن بالتجربة بالفشل تعلمت بزاف ديال الحوايج. ماشي كل شيء حياتي نجاحات، كاينه اخفاقات كثيره وعقبات كثيره، ولكن كلهم كان تعلم منهم. هذاك شو اللي خلاني مره. اما مشاو بزاف ديال الناس كنعرفهم، من الفاميلا، من الاصدقاء، من الصحاب، من واحد العداد الناس. ملي جيت نقلب لقيت كل شيء مشى، اخرهم بنتي الله يرحمها، الوالد، الاصدقاء، بوجميع الله يرحمه، عبد الرحمن العربي، واحد العداد ديال الاصدقاء تقادة ديالي وصغر مني. لقيت راسي انا جيريان شانجي، انا اللي تشانجيت، يعني هذا قدر الله. ولكن باقي كنحاول نعاود نوقف ثاني ونعاود. واليوم وأنا أدلي بهذه الشهادة تعرفت عن عمر السيد الإنسان الشخص، وتعرفت عن تلقائيته. هو شخص يعيش بطريقة يتحدث بتلقائية، إنسان فنان غير متكبر، لذلك ليس كبعض المتظاهرين إلى آخره. لذلك فتحية من قلب مصطفى الشبدالي للسي عمر السيد. وأنا بدوري أشكر الضاوية الوالدة ديالو الله يرحمها ويجدد عليها الرحمات، لأن أعطتنا فنان بهذا الحجم طبعا. بهذه المناسبة صراحة اش غنقول لك، بغيت نشكر هذا الرجل العظيم
صاحب الجلالة أمير المؤمنين محمد السادس حفظه الله، لأن كل أريحية هو الصراحة اللي تكلف بسهام الله يرحمها في المرض ديالها إلى أن توفيت، بريزون شارج توتال، هو كل شيء على حسابه الخاص صراحة. وماشي غير هذا الشيء، وزاد شرفني بالوقوف أمام جلالته في الوسام اللي كرمني به. فهذاك صراحة ذاك الوسام كنت كنتمنى تكون حاضرة الراحلة سهام، ولكن أنا أهديه إلى روح سهام الراحلة وأمي الضاوية الصغيرة ولالا مليكة وهشام وكل الأصدقاء لا داخل المغرب ولا كل المغاربة داخل المغرب وخارج المغرب. وهذا الوسام الصراحة كانت أحسن اللحظات في حياتي اللي بقات هي اللي ما عمري ننساها في حياتي صراحة. فشكرا لجلالته. آخر كلمة نقولها للأصدقاء ديالي والناس والحباب الغيوان، حيت أنا ما كنقولش عندنا جمهور ديال الناس الغيوان، الناس اللي كيأزروك مدة ديال 50 سنة عيب نقول عندي جمهور. عندنا أصدقاء الغيوان وحباب الغيوان، سي دي زامي. ونبغي ننصح بحاجة وحدة، كنقول أي بشر أي إنسان غير كون زوين يكون معك الله زوين. هاد المأساة اللي عشتها أنا وما عشتهاش غير بوحدي، فعاشوها واحد العدد ديال الناس لأن لو مالور ولا من حياتنا عادي. وهادشي كاين حتى في الدين ديالنا الحنيف، كيقول لك إن الله لا يسرمد العذاب، لا يطيله ولا يبقيه. وكاين كلمة عندنا كتقال في الدين وما كنستوعبوهاش، غير كنقراوها ومعروفة. بحال مثلا في واحد الأديبة فرنسية كتقول نفس المعنى، كتقول ودي راه هاد المعاناة والابتلاء اللي كيبتليه الله بشي حاجة هي في نفس الوقت سعادة، هدية من الخالق سبحانه وتعالى. فهاد الأديبة الفرنسية كتقول لو بونور ني بوتيتر كان مالور ميو سيبورتي. هي فاش كتجي وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين. في الأخير كنبغي نقول المرحومة سهام شكرا بنتي، رغم العيوب ديالي والهفوات أقبلتي واختارتي أنني نكون أنا الأب ديالك. شكرا. ذوات النحلة وقالت ما عندي وزير طماع يداري. قلت لها شوفي يا شامة ظريفة، ناس العدل ولاد المشرف تريكة المختار، ربي يحجبهم من مكايد كل من هو غشاش. قالت النحلة
السلطان طبيب والراعي مضرور، ولا وزير يبلغ الخبارة، ولا وزير يبلغ الخبارة. سهلا وهلا بيك يا النحلة ويا الصايلة ويا الجايلة ويا الصايلة، صلتي على الطيار غني بين النهر والزهر وخدود الزين.